ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهات سلسلة برنامج الوورد، والمرة دي هنبدأ نتعلم ازاي نعمل شهادة تقدير او شهادة تخرج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من الصفر، من اول ما الورقة تبقى فاضية او بيضة او ما فيهاش اي حاجة معانا. تعالوا نبدأ ننشئ ملف جديد من كنترول وان. طيب دي الورقة اهو فاضية وما فيش اي حاجة. تعالوا نتعلم ازاي هنبدأ نعمل الشهادة اللي احنا شفناها. اول حاجه بتبدا تروح على لاي اوت عشان خاطر تبدا بس تغير اتجاه الورقه من الاتجاه الطولي اللي هو البورتريه للاتجاه العرضي اللي هو اللاند سكيب. طيب بعد ما تختار الاورينتيشن اللاند سكيب، طبعا هتبدا انها تبقى بالشكل ده معاك، الشكل اللي هو العرضي ده. تعالى بعدين هروح على مارجنز، بعدين طبعا قول له كاستم مارجنز وابدا حط الحدود بتاعتك. وقلنا الحدود دي المسافات اللي بيسيبها وما بيستغلهاش بالنسبة للورقة. أنا وليكن مثلا هسيب بس مسافات بيضة أو فاضية 1 سم في كل اتجاه، فوق يعني وتحت ويمين وشمال، وأقول له أوكي. أول حاجة طبعا هنتعلمها هنا في الشهادة إن إحنا نبدأ نعمل البرواز. شايفين البرواز اللي هو بيحوط الشهادة ده؟ تعالوا نشوف هنبدأ نعمله إزاي. هنروح على قائمة ديزاين أو تصميم، وهنيجي هنا عند بيج بوردرز، تمام، أو حدود الصفحات، وهتقول له بوكس عشان يبدأ يعمل لك البرواز بالشكل المربع. وبعدين هنا تختار اللون اللي انت عاوزه للبرواز، وهنا في الارض تقدر تختار الشكل اللي انت عاوزه. انا هختار نفس الشكل اللي كان موجود، ابدأ ادور عليه عادي اهو، وده الشكل اللي كان موجود. لو قلت له اوكي، هو هنا ساب مسافات يمين وشمال وفوق وتحت. انا عاوز البرواز يستغل الورقة كلها، مش عاوز اسيب مسافات فاضية هنا يمين وشمال او فوق ولا تحت. ببدأ اعمل ايه؟ ارجع لبيج بوردرز، بعدين اقول له اوبشنز او اختيارات، واصفر الحدود بتاعة ايه؟ البرواز اهو. اقول له صفر في كل حاجة واقول له اوكي، واقول له اوكي. بدأ ياخد كده الشكل بالكامل ومفيش اي مسافات بيضاء فاضية. طيب دي اول حاجة هنبدأ، بعدين نشوف هو ايه اللي موجود هنا. عندنا موجود تكست بالشكل ده، وموجود زي رسمة كده من فوق ومن تحت. طيب التكست ده احنا عملنا ايه عشان خاطر نضيفه؟ عملنا insert، بعدين تكست بوكس، وهنا اشكال للتكست بوكس. التكست بوكس ده المربع نص، وطبعا ليه اشكال كتيرة لمربعات النص. انا هختار الشكل اللي كان موجود اللي هو ده. همسح طبعا الكلام اللي موجود ده لان دي امثله، وببدا ان انا اكتب الكلام اللي انا عاوزه براحتي. تمام. طيب انا عاوز دلوقتي ان انا اكتب الكلام اللي هو موجود. طيب يا اما انت بتكتب طبعا محتويات او الشكل يعني الخاص بالشهاده او الكلام اللي انت عاوزه، يا اما طبعا انت في حاجات بيزك معينه يعني بتبدا ان انت تنسخها. انا طبعا عشان ما نضيعش وقت هنسخ الكلام المكتوب بالظبط. طبعا انت بتكتب اللي انت عاوزه اهو. هحدد له الكلام، اعمل كنترول سي، واجي هنا هقول له ايه؟ انسخ. طبعا هنا لو لقيت ان في خط اتضاف زياده معايا مفيش اي مشكله، ممكن امسح الكلام، وابدا ان انا هنا اجي عند اخر كلمه وادوس انتر عشان اسيب مسافه، وبعدين عادي هنسخ السطر الاخير ده. انما انت طبعا في الواقع بتبدا تكتب الكلام بنفسك. طيب اتعمل خلاص الشكل بتاع النص هنا. اتعلم معانا التنسيق او التنظيم وانت بتبدا تعمل اي حاجه بالنسبه للوورد. استخدم دايما السلكشن بين. السلكشن بين ده اي حاجه بتبدا تضيفها على ورقه العمل بيبدا ان هو يحطها لك هنا عشان خاطر تحديد الحاجه دي يبقى سهل. فانا هنا مثلا اقول له ان ده مربع نص عشان ابقى عارفه اهو، واقول له انت عشان لما اجي ادوس عليه على طول يبقى محدد لي ايه المربع اللي انا لسه عامله ده. واقدر ان انا اشد المربع يمين وشمال اهو. اهو بدأ يتشد معايا. وكمان بالاتجاهات تقدر تطلع لفوق او تنزل لتحت براحتك. انا هطلع لفوق شوية واخليها منظمة بالشكل ده. تمام، انا كده ظبطت الشكل زي ما انا عاوز. هنشوف ايه موجود تاني في الشهادة. موجود هنا دي صورة يا شباب، ولكن من غير خلفية. صورة بدون خلفية عشان تاخد ايه؟ الخلفية اللي وراها. طبعا الصورة دي بتبقى بصيغة PNG، وطبعا بتقدر تجيبها من أي موقع أو من الإنترنت عادي تعمل لها داونلود. أنا عملت لها داونلود وموجودة عندي على الجهاز، فهروح أدول Insert وبعدين Shapes وبعدين عفوا Pictures وبعدين This Device، وبعدين أجي هنا أو Desktop، المكان اللي فيه الصورة، وأدي الصورة. لازم تتعلم حاجة، وهو إن أنت لازم تخلي الصور الاتجاه بتاعها او الراب تكست بتاعها ان فرونت تكست عشان خاطر تحريكك للصورة ما يبوظش التنسيقات اللي انت عاملها للكتاب. يبقى كليك يمين وراب تكست، وتختار دايما ان فرونت اوف تكست،
وطبعا هنا اهو في السلكشن بين قول له ان ده رمز عشان برضو تبقى عارفه عشان لما تحب تحدده تاني. جميل. وبعدين تصغر عادي وتحرك، تحط طبعا الاتجاه اللي انت عاوزه والحجم اللي انت عاوزه اهو. وليكن تقدر تخلي اتجاه مثلا او حجم معين، انا مثلا اخلي 6.2 مثلا، و6.2 مثلا برضو. كبير شوية، ممكن تصور شويتين تلاتة. المهم انت تظبط الصورة بقى وقت او بالشكل اللي انت حابه اهو، زي ما انت شايف كده. طيب عايزين نبدأ نشوف ايه تاني. والله في خط من هنا وخط من هنا، تعالوا نشوف الخط ده نبدأ ننشئه ازاي. هنروح على insert وبعدين نقول له من shapes، ادي الخط. وتقدر تمد الخط كده زي ما انت شايف، وتقدر تغير كمان من الخط، خليه خط رفيع من الشيب ستايلز اهي، خليت كده خط رفيع. وهنا طبعا عند السلكشن بين قول له ان ده خط عشان ايه تحديد الحاجه دي تبقى سهل، خط واحد لان احنا لسه هنعمل خط تاني. طيب انا اهو لو دوست على رمز هيعلم لي الرمز، لو دوست على مربع هيعلم لي مربع النص. هدوس على الخط واقول له كنترول دي عشان يكرر لي الخط، عشان انا عاوز خط تاني الناحيه التانيه اهو. بحرك بس بالاتجاهات واودي الناحيه التانيه عادي، مفيش اي مشكله في النقطه دي. طيب فاضل بس ان انا ابدا اضيف كلمه ديت هنا وريتنج اهو. هنقول له insert، هنضيف مربع نص. وبعدين من اضافه مربع نص لازم الشيب فيل يبقى نو فيل، والشيب اوتلاين يبقى نو اوتلاين عشان ما يبقاش فيه اي خلفيه للكلام. لكن كمان احنا هنبدا نصغر، نخلي البوكس على قد مثلا الخط ده، ونبدا نمسح كل حاجه ونكتب ديت. وبعدين نحدد الكلام ونبدأ نسنتر الكلام بكنترول وإي. طبعا تقدر تكبر عادي جدا، كمان تغير شكل الخط، ممكن تخليه نفس الخط اللي معمول ده أو خط تاني براحتك. كمان تقدر إن أنت تنزل بالكلام لتحت زي ما أنت عاوز. طبعا هنا ده هتقول له إن ده ديت، وهتبدأ تعمل كنترول دي عشان تكرر، عشان خاطر كمان تبدأ إيه تودي الناحية التانية بالاتجاه أهو. وهتقول له إيه إن دي ريتنج. كمان تقدر تيجي هنا اهو، هنا دي بقت ريتنج وخلاص، فانت تحددها وتكتب ريتنج عشان بس تفرق ما بينها. طيب هتروح على ديت هنا وتدوس كنترول دي وتنزل بقى دي لتحت. الاتجاه بتاعها عادي تخليها بنفس الاتجاه اهو، نزلها لتحت كده وتبدأ تكتب عادي التاريخ اللي انت عاوز تكتبه، وليكن 1/12/2025. وطبعا تقدر ان انت تصغر الكلام براحتك، يعني تقدر ان انت وانت واقف كده هنا تقدر تصغر الكلام اهو. وهتيجي هنا عند ده الريتنج وتدوس كنترول دي نفس الفكرة. تنزل لتحت شوية وتكتب مثلا التقدير بتاعه وليكن excellent. طبعا وانت محدد كده تقدر تصغر برضو الكلام. طيب احنا هنا اهو خلاص عملنا الشكل المناسب للشهادة، فاضل بس ان احنا نضيف اللوجو. تمام، تعالوا نبدأ نشوف هنضيف اللوجو ازاي. هنعمل insert وهنشوف اللوجو بتاعنا هنا من picture. فين اللوجو اللي انا عاوز اضيفه؟ وليكن مثلا اللوجو ده اللوجو. كليك يمين برضو زي ما احنا اتعلمنا وهتخليه وراب تكست. طيب طول ما هي مش ظاهرة معاك يبقى ايه تنسيقات هنا ايه بوظت الدنيا، عشان خاطر طبعا قلنا الصورة لازم تبقى وراب تكست عشان خاطر ما تتلفش، فانت لازم كليك يمين وتعمل لها وراب تكست. انا هبدأ بس انسخ الصورة هي اللي موجودة هنا عشان نكسب وقت. كليك يمين
وابدا اقول له انفرونت، وبعدين ابدا احركها واخليها بالشكل ده. تعالوا نشوف بقى هنحط الخلفيه ازاي. اولا هروح على insert برضو وبيكتشرز، وهضيف الخلفيه اللي انا عاوزها. بس هنا انا ما عنديش مثلا خلفيات، انا الخلفيه دي عامه جبتها من الانترنت او من خلال الابلكيشن نفسه، حاجه اسمها ستوك ايمجز، هتروح عليها ويبدا يجيب لك خلفيات كتير. البرنامج تقدر تكتب مثلا الكلمه اللي انت عاوز تبحث عنها ويجيب لك خلفيات، يعني مثلا ابستراكت عشان يجيب لي خلفيات شبيهه للخلفيه اللي اخترتها. إيه وليكن مثلا نختار عادي الخلفيه اللي احنا عاوزينها. انا هختار اهي الخلفيه اللي كانت موجوده. طيب اخترت الخلفيه، اول حاجه احنا قلنا ايه، كليك يمين عليها وبعدين تبدا تخليها ورا تكست. ما ظبطتش معاك اهو، تحركها في مكان تاني عشان تظهر لك الوراب تكست دي، وتقول له in front of text. وكمان المرة دي هتدوس كليك يمين تاني وتقول له send to back عشان يخليها ورا الكلام، وتكتب ان هنا دي الخلفية. تمام. وهنا ده كان اللوجو، فانت تكتب برضو ان ده اللوجو. جميل. طيب تعالى نروح على الخلفية بقى، وابدأ كبر الخلفية لحد ما تاخد الشكل كله، المربع كله اهو. تمام. تقدر تروح على الخلفية كده، وكمان تبدأ ان انت تتحرك شوية مثلا كده، او تظبط اتجاهاتك براحتك اهو. طيب عاوزين نبدأ نشوف الإفكت ده اتعمل ازاي. هنروح على ارتستيك افكتس. دي افكتات كده بيبدأ يديها للخلفية عندنا اهو. بص كده شوية افكتات كده للخلفية. عندنا ناخد الافكت اللي كان موجود او معمول اهو. مجرد ما هتدوس عليه هيبدأ يعمل لك الافكت بالشكل ده، والشهادة اهو بدأ يبقى شكلها واضح معاك. تقدر كمان ان انت تروح على اي حاجة من الحاجات اللي انت عملتها هنا دي، تمام، وتحرك فيها او تظبط فيها براحتك. تقدر طبعا تعدل على الكلام. وطبعا احنا اخدنا ازاي نعمل ميلينج ميرج، او لو عندنا اسماء كتير عاوزين نعمل لها شهادات بنفس التصميم ده ازاي نعملها بخطوة واحدة. وتقدر طبعا خلاص انت عملت التصميم، تقدر تعمل اكتر من شهادة براحتك وبخطوة واحدة بالميلينج ميرج. وشكرا ليكم يا شباب.